عندما تتسارع الأحداث تتعدد التحليلات وتتنوع المواقف، ولكن في صوت الشباب تتضح الرؤية في استديو المنتصف. بينك وبين الحدث مع أهم المحللين والخبراء. يأتيكم في 12:15 ظهرا ويعاد في 12:15 ليلا. استوديو المنتصف على صوت الشباب. أوقاتكم سعيدة. استوديو المنتصف وحلقة جديدة. مستمعين من مصر والمغرب ولبنان، جاء الأشقاء لتعلو أصواتهم بكلمة الحق في دمشق. قوميون، عربيون، إنسانيون يحكمهم العقل ويعشقون إسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل: وما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. ما زاد الإخوة العرب ألما أن تصبح الوهابية التكفيرية المتخلفة دينا أرسلته بريطانيا وتبلغه الصهيونية، والمؤلم أكثر أن أتباع هذا الدين عرب ومسلمون من أفغانستان والشيشان، ولا يعرفون عن الدين إلا السيف والحريات وتكفير الناس. مستمعينا الأعزاء، الفكر القومي العربي في مواجهة التطرف حاجة ملحة في الظروف التي يمر بها الوطن من الماء إلى الماء، ولتلبية بعض هذه الحاجة نستضيف في استوديو صوت الشباب عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي والباحث الهاني إدريس من المغرب الشقيق. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا هلا بك. يا هلا بك. فيك على صوت الشباب. أهلا وسهلا. وأهلا بك في سوريا طبعا. أهلا وسهلا في دمشق بلدنا. شرفتنا. قبل الحديث عن واقع العرب لابد من تعريف العروبة وتعريف الفكر المتطرف. يعني لو باختصار ناخذ تعريف للعروبة وتعريف للفكر المتطرف قبل كل شيء. العروبة في نظري إحساس وتأتي في المرتبة الثانية الأيديولوجية. ممكن أن تشرح وتصنف وتفلسف العروبة كما شاءت، لكن ما يعنيني أنا من العروبة هو الإحساس، هو الانتماء. وأعتقد أنه لو كانت العروبة مجرد فكرة للإقناع بمعزل عن الإحساس ستكون شأنها شأن كل الأفكار التي ممكن أن تتغير، وممكن أن يتغير التصريف الأيديولوجي لهذا الانتماء. نعم. أما الانتماء فهو بصمة لا تتغير. أن تكون عربيا، العربية أو العروبة هي انتماء، وهذا الانتماء أيضا لازم نعرف أنه ليس انتماء جغرافيا فقط، إنما يدخل فيه مجموعة من الاعتبارات تتلخص بالنهاية أنها قيم. فالعربي لا يشعر بنفسه أنه عربي. وإحنا تحدثت في مقدمتك الجميلة عن رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله: من تكلم العربية فهو عربي. فبمعنى من تكلم العربية ومن احتضن القيم العربية أيضا فهو عربي. ما هي قيمة القيم في هذا الانتماء أو هذه منظومة القيم العربية؟ أليس هي الأخلاق والمروءة وكل ما كان قيم الفروسية؟ نعم. هذه هي العروبة في نظري، هذا هو الانتماء الذي لا يموت. تماما. أما التطرف فهو قد يكون هو حالة نفسية دخيلة على نظام المعرفة
والاعتقاد. فالمتطرف متطرف من كل يعني بكل شيء يعني. في كل شيء. هو يبدأ متطرفا ثم يبحث عن فكر لكي يصرف من خلاله تطرفه. فإذا انتمى إلى الإسلام تطرف إسلاميا، وإذا انتمى حتى إلى الإلحاد غير الإسلام غير الدين تطرف أيضا. فالتطرف مقابله التواسط والوسطية والاعتدال. وطبعا للأسف يعني طبعا أحكي بهذه العناوين لأن حتى العناوين أفسدوها. أصبح الاعتدال صفة وعنوان لمن يدعمون التطرف. نعم. فأنا أحكي هنا بالمفاهيم الحقيقية. لما نقول الخروج عن التواسط والاعتدال يعطينا التطرف الذي سماه الإسلام نفسه بالغلو. والغلو هو خروج أصلا. نعم. خروج عن الانتماء وخروج عن الاعتقاد. صحيح. تمام. هذا هو التعريف يعني المجمل هذا بشكل مختصر ومجمل وواضح صار يعني. دكتور إدريس، أنت تربط بين ما جرى في الوطن العربي وتقول إنه جاء بغطاء ديني تكفيري. لو توضح لنا كيف حدث ذلك ومن الذي يقف وراء ذلك؟ المسألة أساسية. وأولا هؤلاء المتطرفون كانوا يشكلون على مدى هذه الحقب حالة يعني استثنائية وضعيفة جدا ومحصورة. وكانوا يرون أنفسهم أقليات تسبح في هذا البلازما من الاعتدال الفطري لدى الجمهور العربي والمسلم في كل أصقاع العالم الإسلامي. نعم. ولكنهم كانوا يسبحون كسمكة في بحر هذه الجماهير، وكانوا يحاولون عبر مسلسل طويل من التزييف أن يقنعوا هذه الشرائح على أساس أن تنتمي إلى جماعتهم. كانوا يريدون أن يحولوا المجتمع إلى فكر الجماعة، ولكنهم فشلوا ولم يتمكنوا في هذا المجال. ثم ماذا صار؟ دخلوا في عهد الاستعمال. استعملتهم بعض الدول ضد بعض الدول الأخرى، وكان هذا الصراع صراع بسيط جدا. دولة عندها عداء مع دولة جارة كذا تستعمل هذا. في طور آخر دخلوا في طور ثاني من الاستعمال، هو الاستعمال الجيوسياسي واستعمال الدول التي آوتهم. الدول الغربية استعملتهم أيضا في بعض الأعمال القذرة اللي كانت تستهدف منها السيادات في هذه المجتمعات. طبعا ما الذي حدث الآن في الربيع العربي؟ هو تطور نوعي، لنقول أنه العهد الثالث في الاستعمال اللي ممكن أن نسميه أوج الاستغلال والاستعمال. نعم. لهذه المجاميع. اليوم ترافق هذا مع ثورة في مفهوم الصورة بالمعنى الصورة الإعلامية بالمعنى الذي يذهب إليه دوبغي مثلا في الميديولوجيا. أننا في الطور الثالث للفيزيوال السمع البصري الذي أصبح في الحقيقة يعني يتشكل من خلاله عالم آخر، وأصبح منطق الاقتناع والأفكار وتسربها يتم بمنطق أسهل وأخطر. نعم. هذا ترافق مع تحول في المزاج السياسي للعالم. خليني أقول لك مثلا أنه قبل هذا ما يسمى بالربيع العربي حدث تطور ساهمت فيه مراكز أبحاث ودراسات دولية في أمريكا وفي الغرب، في مجمل الغرب يعني في أوروبا أيضا. هذه المراكز كان همها أولا العمل على مستوى استطلاع الرأي، وهكذا تدفقت على العالم العربي والعالم الإسلامي، وبدأوا يتوجهون تحديدا إلى الجانب السياسي والاجتماعي والجانب يمكن النقاط الضعف. نعم، هم لا يحكون في هذا الأمر، وأنا واحد من الذين جاء بعض
الخبراء يسألوني وكنت أغرق في المجال النظري والفكري وكذا، ولا يعجبهم هذا. هم ليسوا باحثين عن المعرفة، وإنما يبحثون عن الجانب السوسيولوجي والجانب كيف السياسي. يدخلون، يعني كيف نعم. من أي جهة يدخلون. نعم. فبالتالي إن كانوا لم يجدوا رغبتهم عندي لأنني هربت سيبحثوا بهم عن غيرك، هربتم بهم إلى العرفان والفلسفة وكذا. نعم. فهم يبحثون عن أي شيء لكن يمس الجانب الكذا. وبالتالي كان هناك جيش عرمرم من هؤلاء الباحثين يتدفقون من أمريكا ومن أوروبا، ويدخلون في النسيج الاجتماعي العربي ويحاولون أن يفهموا ويقدموا تقارير في هذا المجال. وما هي هذه الأجواء التي نعم. يمكن؟ وبالفعل درسوا، وبدأت هناك دراسات تنعكس في هذا الاتجاه. تقول أنه ممكن ننفتح على هذا الإسلام المعتدل، اللي طبعا العنوان الأبرز تبعه الإخوان المسلمين، وأنه كذا وكذا وكذا، وأنهم بإمكانهم يعني نعم, في تركيا. نعم أنهم من الناحية الجيوستراتيجية أنهم سيحافظون على مصالحنا، وأنهم ليسوا أعداء، وأنهم ليسوا أعداء للديمقراطية، وأنهم ناجحون في التدبير الاجتماعي، وأنهم قادرون طالما هم وصلوا إلى تدبير البلديات والجماعات المحلية، فإذا ممكن أنهم لو أعطيناهم فرصة يفعلون هذا. هذا طبعا جاء مع إحدى الدول مثلا الدوحة، اهتمت بهذا الإطار واستجلبت مراكز أبحاث ودراسات في هذا الاتجاه، وجمعت شتات الإخوان وغيرهم هناك وإلى آخره. فبدأ الاتجاه العالمي لأول مرة في العالم وفي أوروبا، كل الأبحاث بمعنى تأخون العالم وتأخونت مراكز الأبحاث بما فيها الأمريكي. ولما يجي واحد نائب سابق للCIA اللي هو جراهام فولر، اللي هو توصى بأردوغان مع السفير الأمريكي في تركيا باعتبارهم أن أمريكا تهتم بهذا الرجل وبدها يطلع، وهم يهتمون فيه ويشرفون على تكوين هذه الشخصية. واللي هو جراهام فولر يتكلم وكتب عن شيء اسمه الإسلامية أو الحركة الإسلامية والتحديث، وأنهم ممكن أن يصيروا حدثاء ويدخلون في عهد الحداثة وإلى آخره. فبالتالي هذا ممكن نجربهم باعتبارهم أقوى وكذا. فبدأ التوجه نحو استغلال هذه المعطيات مش لمعرفة الرأي العام، بس لتوجيه الرأي العام، توجيه لهدف ما، يعني لهدف ما. نعم. بمعنى باتجاه أنه هذا هو الخيار الذي سيكون الخيار، وبالتالي سيطرتهم على المنطقة. وهذا يحتاج وهذا يحتاج إلى هزة في العالم العربي والإسلامي، وليس هناك هزة إلا بافتعال ثورات. نعم. وبما أن الثورات شأن موضوعي لا يمكن أن يفتعل، ولذلك ظهرت لنا كثير من المفارقات في مسلسل هذه الثورات. لماذا؟ لأنها ليست متجدرة وعريقة، ليس لها من التجدر سوى استغلال الأوضاع الاجتماعية لهذه البلدان ورغبتها في الإصلاح والتغيير، ولكن ليس بهذا على وتر الحاجة الناس، يعني هو هذا. نعم. وصوروا أنفسهم باعتبارهم أصدقاء للعالم الإسلامي. وطبعا خطبة أوباما وهي معروفة القصة تماما، يعني صرنا نعرفها والناس كلها حفظت. نعم. هذا السيناريو. صحيح. منذ البداية، منذ تونس ومن ثم ليبيا ومن ثم مصر، ووصل. نعم. هم عملوا بنظرية الدومينو وأيضا الأواني المستطرقة أو شيء. نعم. فيعني واحدة بوحدة. وطبعا راحوا المجتمعات اللي على أهبة التفجر، فهم يستبقون هذه المجتمعات حتى يقولوا أننا ساعدناكم. راحوا لتونس. طبعا مصر كانت تغلي، وكان ضروري أن تقوم في هذه المسألة سواء ولكن فجأة سرقت هذه الثورة من جماعة 25 يناير، ليأتي الإخوان الذين لم يشاركوا في الحركة التحقوا فيها فيما بعد كجهة منظمة، ساعدوهم من شاركوا بالحركة طبعا الشعبية. بعد التمكين، بعد أن تطور النقاش بين الإخوان وبين الأمريكيين. صار أنه الإخوان بدأوا يتوجهون نحو الحكم بسلاسة في مصر، وإلا قبل حتى والمجتمع المصري كان مهيئا لهذا. كان المجتمع لم يكن الحراك العفوي لم يكن منظما بالشكل الذي كان. أنت عندك تجربة 60 70 80 سنة
هذه مجموعة تغلغلت في المجتمع وفي النسيج الاجتماعي وعندها تجارب، لأنها كانت تشارك في الانتخابات المحلية. صحيح، وكانت جزء من داخل أحزاب أخرى أو مجلس كذا. الشعب نعم. والحكومة. نتابع هذا الحديث مع ضيفنا من المغرب الشقيق طبعا على هوا صوت الشباب FM. وجن الهوى يشأم وما يفعل المستهام، وجن الهوى يشأم وما يفعل المستهام. عرفت غرامك طفلا ولا لن يشيب الغرام، ولا لن يشيب الغرام. حبيبة عمري سلاما عليك يطيب السلام، حبيبة عمري سلاما عليك يطيب السلام. عليك يطيب السلام. السلام على كل من يستمع إلينا الآن على هوا صوت الشباب. وعليك يعني تحدثت عن بداية التطرف وكيف الفكر التكفيري بدأ بغطاء ديني، يعني هم عزفوا على وتر الدين، والدين الناس ضعفاء أمامه لأنه شيء خاص فيهم بينهم وفي مفاهيمهم ومعتقداتهم. الفكر الظلامي والتكفير من أين جاء هذا الفكر؟ أساسه من أين؟ أهدافه، شو أهداف هذا الفكر؟ نعم، هو في كل مجتمع هناك إرث ثقافي وديني، والمجتمعات دائما تحاول في عمومها أن تنسج علاقة مع هذا الإرث، علاقة شبه واقعية تخدم مصلحتها إلى غير ذلك. لكن دائما على الهامش هناك من يعقد علاقة مع هذا التراث، علاقة عدمية، علاقة فيها كثير من التطرف، انتقاما من المجتمع، انتقاما، وفي عوامل يعني هناك كثيرة. حالات شخصية تكون طبعا اجتماعية، أمراض نفسية لنقل. هو الجانب الكبير، الجانب السيكولوجي الاجتماعي يلعب دور كبير جدا في التأثير على طبائع الاعتقاد، بحيث لا يجعل الاعتقاد في مرتبة الصفر، فهو إما يصعده إلى فوق أو ينزله تحت. أما التوازن اللي هو مرتبة الصفر لا يقف عندها. وهذه لها كذا. لما نحكي في التحليل النفسي للإرهاب وللتطرف سنجد ظواهر غريبة جدا. هم طبعا استغلوا الدين في هذه المناطق، لأن الدين هنا هو البيئة اللي ينوجد فيها العالم العربي يعني حسب وعي هذه البيئة الموجودة. نعم الوعي، درجة الوعي. هم يستغلون الشيء اللي هو يشكل لنا بيئات دينية. فهما يعني كل المجتمع العربي تقريبا بيئة دينية. نعم، لو ما كان ديني، ولكن تختلف ما بين منطقة ووعي ووعي آخر. صدقيني لو ما كان دينيا يصطنعون له دينا، يصطنعون دينا آخر، لأن هذا هو الأصل لما يقول لكم دينكم ولي دين. نعم. فهؤلاء يتدينون بالإرهاب، وهناك من يتدين بالاعتدال، ويتدين بالإسلام الذي يعبر، أو الدين الذي يعبر عن نفسه تعبيرا حضاريا تعايشيا، مش داعشيا، تعايشيا. نعم. فكل المجتمعات، لأن هذا بنية سيكولوجية الإنسان، أنه ينزع نحو التطرف إذا لم يراقب نفسه أو يراقبه الآخرون، ولم يكن نسجه، لأنه ينسج علاقة مع أفكاره بطريقة سرية وبطريقة هشة، بحيث ممكن أن هو يوجه الأفكار التي يعتقد فيها.
ولا ينضبط بها. ويجد من يرعاه أيضا في ذلك الوقت طبعا لأهداف خبيثة. طبعا لهذا شوف كثير من الناس طبعا هم ليش يهتمون بقضية ذوي الأعمار الصغيرة وكذا، الشباب لأن الشاب يعني هو أساسا عاطفي متحمس، يتأثر بسرعة، يتأثر بالكبار. المشكل الذين يدانون بهذا هم الكبار الذين ينتجون التخلف والإرهاب والتطرف. هم مبرمجون لهذا الموضوع، لهذه المهمة، لنقل إنها مهمة أو وظيفة. يعني هي وظيفة واكتشفت. أنا لو ما نريد نحكي في بعض التفاصيل والأسماء وكذا. ليش؟ لأن هي التي تبين كيف أن كبار هؤلاء ليست لهم قناعات 100%، إنما يتاجرون. ولكن وضحت هي الأمور، انفضحت كتير يعني هيك قصص يعني كتير. يعني تصور أنه مثلا يعني أنا ما بدي أحكي في ملفات أنا أفهم عليك، ما بدنا ندخل بملفات كتير كلها تحتاج حتى وقت أكثر. نعم. فبالتالي الفكر كيف يكون أو كيف يتولد أو يولد هذا التطرف هو له عوامل كثيرة ذاتية وموضوعية. أولا تكوين الإنسان، وضعيته النفسية، وضعيته الاجتماعية. طبعا هذه بمفهوم الأسباب. لما نقول السبب مش سبب هو نمط واحد، لا، ولكن هي من ضمن الأسباب. احنا أحيانا نقول هذا سبب، هذا معناته أنه إذا وجد المسبب هناك يعني أسباب مساعدة، أوتوماتيكيا يوجد الآخر بمفهوم العلة التامة اللي اسمها. أنا لا أتحدث هيك. في المفهوم الاجتماعي للعلة أنها هي مقتضي بالمفهوم المنطقي. المقتضي يعني قد توجد، قد تؤثر وقد لا تؤثر. لأن في فقراء وليسوا إرهابيين، في فقراء وهم على وعي من ديني راقي جدا. ليس وفيه ناس برجوازيين، والآن موجودين ناس يجوا حتى من أوروبا وإرهابيين. فبالتالي هذه مجرد مقتضيات لا تعطينا لا تفسر الأمور تفسيرا عليا مطلقا، لا، وإنما تساعدنا على الفهم. طيب، وهناك أسباب خارجية، وهذا هو الأخطر. هذا الأخطر، هم من يغذوا بقى هذا. يغذون. نعم. هاني أو طبعا نتحدث الآن عن سوريا إذا سمحت. يعني القاصي والداني صار يعلم أن العروبة تجري في دماء السوريين، لكن لماذا جاء الأفغان والشيشان والأتراك والليبيين والسعوديين وغيرهم لقتل الشعب السوري؟ لأن الأقلية التي تريد أن تحارب وتعتدي على الشعب السوري وعلى مكتسباته في الدولة وفي كل الإنجازات الحضارية التي تم إنجازها في هذا البلد، هؤلاء أقلية كما قلنا. فلذلك كيف سيحاربون ناس يستشعرون بانتمائهم لعروبتهم إلا أن يأتوا بغير العرب؟ حلو هذا التفسير. الأفغاني والشيشاني شو لموا على العروبة، شو فهموا في العروبة، شو ما حيفهم بالعروبة. فهم لازم يقولوا أن والله القضية الإسلامية ويفتعلون قضية أنه العروبة شيء والإسلام شيء وكذا، وهذه من المغالطات الكبيرة تماما. يعني حكم وجدانك وسترى أن العروبة والإسلام العروبة كإحساس. شوف حتى الإسلام احنا بنعرف الإسلام أكثر من هؤلاء. إذا بدهم نناقشوا في تفاصيل الاعتقاد، ولكنهم لا يناقشون يا دكتور. يناقشون لأنهم مبرمجون. يعني محمد صلى الله عليه وآله شو قال لهم؟ هو أساسا جاء ليتمم مكارم الأخلاق. أي أخلاق العروبة. نعم، أخلاق العرب تماما. وكان يلزمهم بالمروءة العربية. صحيح. وكان يعني يدبر شأن الاعتقاد بما لدى الناس من اعتقادات، ولأنه عرف أن في هذا العالم كله فيه أمة اسمها العرب، مهما شطت وجهلت وكذا عندها مشترك اللي هو هذه القيم التي شكلت الأساس الذي سوف ينبني عليه الإسلام. لذلك كان الإسلام لما يأتي يقول لهم أن الإسلام لا يجب كل ما قبله، يعني إلا في الانحرافات وكذا، وإلا لما يجي للمرأة اللي يقول لهم دعوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. تمام. وهو الجاهلي. نعم. بالمفهوم العقائدي. ولم يدخل الإسلام يعني. نعم. إذن شوف، نحن لما ننظر إلى الإسلام بوعي والانتماء العروبي بوعي، أنا شخصيا لا أعتقد بأن الانتماء العربي اللي هو فيه كتير من الأطراف وكتير من الأعراق وكتير من كذا، في تسامح كبير
ولم نجد هنا ولا في أي مكان أن العربي عنده موقف. شوف أقول لك شغلة، هؤلاء المتطرفون هم الذين يتحدثون بلغة الأعراق والقوميات، يقولون أولئك القوم وأولئك نعم وهؤلاء كذا، وتسمع أنه يقولوا صفويين وكذا وكذا، بينما لا تسمع هذا عند العروبيين. طبعا العروبيين يحترمون الإنسان والآخر والمختلف. صحيح الكلام. فبالتالي في موضوع سوريا، لأنهم وجدوا هؤلاء المتطرفون في العالم العربي يشكلون أقليات، حتى لما يجيوا من بلدانهم يجوا بطريقة سرية، إلا في الدول التي سقطت مثل ليبيا وكذا. حاولوا أن يجزئوا وأن يصنعوا فتنة ويدمروا الدولة. لأن الآن لو من أين يأتي هؤلاء المغرر بهم والمتطرفين من مختلف الدول؟ من أين يأتون؟ من الدول التي تعاني الهشاشة في مؤسسة الدولة. نعم. مثلا لما سقط في ليبيا أصبح يعني نصيب الأسد في هؤلاء يأتي من هنا، لأنه ما فيش دولة تراقب. في تونس أيضا لأن سقطت الدولة، حتى في بلداننا من وين يجون هؤلاء؟ من أوروبا. كثير منهم يروح على أوروبا وكذا، ولما يجي بطريقة سرية والهروب والاستغفال وكذا، بمعنى ليس الأمر سلسا عندهم. لذلك استعانوا بمناطق الفوضى مثل الشيشان، أفغانستان، وكانوا يريدون أن يصنعوا من سوريا أيضا مكان فوضى، ولكنهم نعم. الحمد لله أنه يعني وقفوا عند حدهم. يعني هناك جيش يقاتلهم الآن، هناك جيش، وصارت الأمور واضحة. نعم. توضحت الصور بشكل كامل. نتابع طبعا حديثنا مع المفكر العربي من المغرب الشقيق، طبعا على هوا صوت الشباب في استوديو المنتصف. خليكم معنا مستمعين. العز بينده سوريا والقلب بيعشق سوريا، العز بينده سوريا والقلب بيعشق سوريا، وحياة الأول سماها لو تطلب روحي فداها، سوريا حب الأرض الشعب الوطن الغالي، يا رب تبارك سوريا. العز بيندك سوريا والقلب بيعشق سوريا، العز بيندك سوريا والقلب بيعشق سوريا، وحياة الأول سماها لو تطلب روحي فداها، سوريا الحب الأرض الشعب الوطن الغالي، يا رب تبارك سوريا. استوديو المنتصف على هوا صوت الشباب FM. وضيفنا في استوديو المنتصف اليوم الدكتور إدريس من المغرب الشقيق المفكر العربي. هاني، طبعا كيف ممكن أن ندافع عن الإسلام الحقيقي، وخاصة في ضوء ما نرى من تكفير وقطع رؤوس وإجرام لا يوصف، يعني وحتى تدمير منهجي صار في سوريا وبأماكن أخرى من الوطن العربي، ليس فقط في سوريا. هو شوف، البحث عن الدين الحق، دين الله الحق، هذا كان ابتليت به حتى أوروبا. كانت في البحث عن الدين الحق. لكن ترى هل نستطيع أن نقف على الدين الحق؟ لهذا أنا من أنصار الذين يقولون أن الدين لا يصل إلى القناعات الاجتماعية إلا عبر وسيط الأيديولوجيا. بمعنى الأيديولوجيا هي نظرية العمل، وهي التي تصرف المعنى الاعتقادي حسب الفاهم والفهم وتصله بالواقع. فإذا نحن نحمل أفهاما، يعني الفكرة تطبق على الأرض الواقع. نعم، نحمل أفهاما للدين. يعني الدين في نفس الأمر، الدين في اللوح المحفوظ،
الدين في حد ذاته النومينا الكانتية هذه، هذا أعتقد أنه صعب جدا. فلذلك خلينا مبحث واقعي، يعني أنه نبحث عن الفهم الديني، الفهم الديني في منطقتنا مثلا. نعم. لنعرف كيف هو الدين الإسلامي، وهو الدين نعم. السمح، وهناك تعايش مستمر. نعم. ما بين كل الألوان والطوائف. نعم. والشرائح من الناس. نعم. الآن دخلوا علينا بطريقة غريبة، ودخلوا إلى سوريا ليقولوا أننا كفروا الجميع. يعني هو هذا ليش؟ لأنهم يؤمنون بأنهم على الدين الحق، هم يؤمنون كذلك. بس إحنا ما راح نكون معهم، نمشي لهم للطرف الآخر ونقول نحن الدين الحق. نعم. نحن نؤمن بأن الفهم الديني فهم نسبي متجدد، وبمعنى كل جيل يكشف عن مستوى من مستويات الفهم الديني الأرقى، تماما، الذي يأخذ طبعا بمقتضيات البيئة والمجتمع وتجدد الزمان والمكان. فهم ثباتيون يعتقدون أن الإسلام هو ما يظهر في أفهامهم، وهي أفهام طوباوية، يعني تأخذ بصور غير واقعية وحتى غير تاريخية لهذا الدين. فلذلك نحن نقول أن الدين الحق هو الذي أولا يستقيم على المشترك الديني الذي لا نقاش فيه، ثم يحاول أن ينسج علاقة خلاقة مع هذه الثوابت الدينية بما ينفع الناس، بما ينفع الناس. وينفع الناس في شو؟ في الدنيا والآخرة. في الدنيا في حياتهم ثم بعد كل هذا يجب أن نطرح شيئا لم يكن يطرح بشكل جدي، وهو حينما أتدين وحينما أعي ديني كيف يجب أن أتموقف من الآخر. وهذا الآخر تارة هو شريكي في المواطنة، تارة هو الآخر خارج عن استحقاقات المواطنة. هذا الآخر في صميم الاعتقاد هو الآخر الذي هو في الحقيقة أنا، ولكنه يفكر بإمكانية أخرى. فلما أنظر إليه أنظر كما لو أنني أنا أفكر بطريقته. طيب فأتفهمه. خلينا نوقف شوي. نعم. حتى نشرح الفكرة صح. نعم. يفهموها صح. أنا ما فهمت الفكرة، أنا بدي أرجع أسألك عنها. من عندك فاصل عامر. أنت فتاتي وأمي حضنت صبايا، فهل فيك أكبر؟ فما أفعل كي أنال رضاك؟ وفيك بذرت صبايا وأبشر، فهل من يزغرد ويعلن نداء لفرحة قلب بجرح تخمر؟ فما أفعل كي أنال رضاك؟ وفيك بذرت صبايا وأبشر. شآم أنت فتاتي وأمي حضنت صبايا، فهل فيك أكبر؟ ووعد دهري فيا ليت قبري، وفستان أنسي بفلك يعمر. طبعا قلت فكرة حضرتك، كيف نواجه وكيف نعرف ما هو الدين أو تصرف الدين الحق. نعم. بمجتمعنا وبمجتمعات العربية كلها بشكل عام. نعم. هو شوف، حتى في الفهم الديني لما نأتي على النصوص الدينية دائما كانت تحرض على الإيجابية وتنهي عن الغلو. لا تغلو في الدين، وأن هذا الدين شديد، فمن يعني تشدد فيه وكذا فهو يكسره بالفعل. يعني كل شيء زاد عن حده نقص. نعم. هيك بدنا نقول يعني بالعامية السورية. هو كل التعاليم الدينية وجهت نحو الاعتدال. نعم. لأن شوف التطرف هو مزايدة على فكرة. التطرف ليس تدينا، لأن المتدين كما قلنا هو غلو في الدين. نعم. أنا شوف حتى الإنسان لما يكون متدين نبويا بمن يسلك الفكر النبوي ينظر إلى الآخر بعين الرحمة، يعني يتمثل بأخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام ما هي؟ حتى لو كان مقتنع هو بأنه على حق، فهو مجبر نعم.
أنه يكون رحيما مع هؤلاء ولا يكون سببا في إدخالهم إلى النار. تمام. هذا هو المفهوم الديني النبوي. ولكن هم أما أنك أنت ذلك. تريد أن يعني تحرمهم من الدنيا وتبشرهم بجهنم، يعني هذه قسمة ضيزة وظلم. نعم. يعني شوف، أنت لما تقتل إنسان حتى لو كنت معتقدا، هذا الإنسان أنت ما تعرف مصيره. وقضية الهداية والدين وكذا هي مسألة مسار حياة. يعني نعم. ليش يقول له الدين؟ ما زال الإنسان فيه أمل أنه ينصلح حتى لو كان كذا، ما دام روحه ما خرج لم تخرج. صحيح. الله يتوب عنه، أنت ما تتوب عليه. طبعا. هذا إذا كان بالفعل أنت على حق وهو مش على حق. فالتطرف مزايدة رخيصة في قضية الاعتقاد. والمتدين الحقيقي هو الذي ينظر إلى الآخرين بعين الرحمة ويحاول أن يتمثل الموقف النبوي الذي يقول في القرآن أيضا على إني وإياكم على هدى أو ضلال مبين. يعني بمعنى أنه يقول النبي أنا وأنتم يعني في نفس المساحة، لإطلاق فرصة للحوار وللنقاش البناء. فالموقف النبوي هو الإنسان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. لا يمكن أن تنظر الآخر لما يختلف معك في الفكرة بأقل درجة، بمعنى أنه أقل درجة وكذا. هذه في مقاييس، هذه لا يحكم عليها غير رب العالمين. رب العالمين سواء في الدنيا نعم. أو في الاعتقاد، حتى نعم. في الاعتقادات. طيب طبعا نحن يعني أنا ما بدنا ندخل بموضوع التكفير كتير، يعني لأن موضوع الملتقى الفكري القومي اللي كان في دمشق من يومين كان هو موضوع القومية العربية بمواجهة التكفير. نعم. وبالتالي نحن التطرف. التطرف بكل شيء، يعني التطرف إن كان ديني ولا سياسي. نعم. ولا أي شيء. التكفيريون في غالبيتهم عرب ومسلمون، وفلسطين لا تبعد عنهم مضرب عصا، لكنهم يحاربون محور المقاومة تحديدا. يعني فقط هم وضعوا أهدافا معينة أن يحاربوا كل من هو مقاوم، كل من هو يقف في وجه إسرائيل، كل من هو يقف في وجه أمريكا، كل من قال لا لأمريكا مثلا. لهذا شوف، لما كنت أعالج مفهوم الربيع العربي المزيف كنت أسميه بالثورات هذه، أسميها الثورات المسرنمة، ثورات الذي يمشي وهو نائم، إمام المبرمجة. فهم وجدوا أنفسهم يعني أمام استحقاق اللعبة الجيوستراتيجية. الآن وجدوا أنفسهم فاس فاس، حنا نقول وجها لوجه مع محور المقاومة. فيس تو فيس بالإنجليزي، فيس تو فيس، فاس فاس، فيس تو فيس، وجها لوجه. نعم. فوجدوا أنفسهم وجها لوجه مع أهم منجز في تاريخ العرب الحديث والمعاصر. لما وقفت الممانعة على رجلها وجدنا أن الأداة الأفتك في هذا الاجتماع العربي هو أنها التقت طبعا الأهداف الكبرى للغرب مع الرجعية مع المتطرفين. اتفقوا الشباب. ولأول مرة نسمع أن المتطرف ثوري، بينما هم يبدعون الثورة. كانوا يبدعون الثورة، يقولوا عنها بدعة، قالوا عن الثورة الثورات نعم. ما الإخوان طول 3 حياتهم يكفرون بالثورة. نعم. ويعتبرونها أنها مفهوم غربي ودخيل الآن أصبحوا ثوريين، أصبحوا يستنجدون ببعض طبعا استنجاد مغرض ومغالط بالثورة الفرنسية والثورة الروسية. هذه ثورات كونية كبرى تركت الكثير من المفاهيم والكثير من الأفكار. بينما هذه الثورات التي أتت بالذبح وأتت بإساءة للإسلام، للأسف لم يسأ للإسلام في تاريخه أكثر مما أسيء له من قبل هذه الشراذم المتحجرة المتخلفة الكهفية في كل تاريخ الإسلام. للأسف شوهوه فكرا وممارسة. الاثنين. إنه بعض الناس البسيطين البسطاء المتدينين إلى حد ما على قدهم، يعني على قدهم هن، كانوا يعون تماما ويكتشفون بقلبهم بإحساسهم أن هذا الذي يجري أمامهم هو خطأ. ومن مجتمعات فقيرة كما قلت حضرتك، من كثير من مجتمعاتنا الفقيرة كانوا يكتشفون وبوعيهم الفطري الإنساني البسيط خلينا نقول، فكانوا يكتشفون هذا الكذب من خلال
نعم، صحيح. معطيات ومن خلال مظاهر معينة، ويقولوا هذا ليس بالدين الإسلامي، وهذا نعم. وهم يشوهون الدين. بكل الأحوال أردت أن أذكر هاي المعترضة يعني. سوريا وهي تعرف أنها قومية الفكر والهوى والعقيدة، جيشها جزء منها، وهو من الشعب. الجيش العربي السوري من الشعب وهو صاحب عقيدة. كيف يمكن إقناع العرب بأنه لا مكان للضعيف في هذا العالم، وأن التبعية لأمريكا لا تنفع شيئا؟ يعني نحن لأننا أقوياء بجيش سوريا نعم الآن هم يقفون احتراما لنا. نعم. ونعتقد بأنه في القادم من الأيام ستكون هناك كثر من يقفون بالتأكيد تحية لسوريا. أكيد. هو طبعا هذه فرصة أن نوجه تحية إجلال كبير لهذا الجيش العظيم، الجيش العربي السوري، جيش كل العرب، الجيش الذي استطاع أن يوقف المؤامرة، أن يسحب البساط من تحت أقدام الرجعية. هذا الجيش والحمد لله اللي هو جيش عقائدي ومثقف، والذي يتجاوب مع كل المواقف التي مثلها السيد الرئيس بشار الأسد، الذي نعتبره في الحقيقة شرف لهؤلاء العرب. هذا الرجل أنا سميته فيلسوف الممانعة، وأنا بذلك زعيم وأعرف ما أقول، ولا أرى زعيما تحدث بهذا الكم الهائل من المفاهيم أكثر منه. ولكن للأسف أن الذي يصل إلى الوعي العربي هو ما تقوله تقنية الصورة التي تذاع من إعلام تم تنفيطه وتم تخليجه، وأصبح يعبر بطريقة أو بأخرى عن الأهداف السياسية الكبرى للرجعية العربية. فبالتالي يعني للأسف لم تتح لهذه الجماهير أن تنصت، لم يسمحوا لها بأن تنصت، لأنهم عرفوا أن وعيها بسيط، فلعبوا لعبة الصورة. ولعبة الصورة في الحقيقة لها ضحايا كثر. أنا متأكد بأن الرأي العام لا يوثق فيه، الرأي العام ينقلب. هم لعبوا لعبتهم الآن، وغدا سيكذبهم هذا الرأي العام وسيلعنهم، لأن الرأي العام لا يعرف الحقيقة كما هي في الواقع. أنا البارح مثلا زرت الجرحى، يتكلمون بلغة واحدة، بثقافة واحدة، برؤية واحدة، جيش مثقف يعرف ما يفعل، يرى له منظور بعيد، يرى نفسه يدافع عن العرب وعن سوريا، ويحمل كثير من التسامح الذي لا يحمله حتى مثقفو هذه القنوات الرجعية للأسف التي تزيف الحقيقة. وأهم شيء اكتشفته وأنا بعرفه لكن أعيد التأكيد عليه، أنه هذا جيش من الشعب أولا، ثانيا يغطي كل المساحة الجغرافية السورية، من دير الزور، رقة، ساحل، دمشق، من درعا، من كذا من كذا من كذا، بمعنى كلهم سوريون وكله جيش حاول العالم وحاولت الرجعية. طبعا كمية هائلة وأحجام مرعبة من الدعم النفطي وكذا وكذا فقط لكي تجعل هذا الجيش ينشق. ولعبوا على حكاية الانشقاق المضحكة المهزلة اكتشفت أيضا. ولكن الجيش العربي السوري حطم هذه الأسطورة بشغلة واحدة، أنه مدد عمر الأزمة. في هذا التمديد لا يمكن أن تحتمله المؤامرة والزيف، يعني يراهن على فترة وجيزة ثم يفتح المجال لتضارب الروايات والأفكار فيما بعد أن يكون حقق أهدافه. لكن لم يسمح لهم بتحقيق الهدف، وظهرت الأكاذيب والأساطير وكذا في هذه اللحظة. ألسنا اليوم وقبل يومين اسمه الكاتب الأمريكي الذي سامويل هيرش الذي يكشف عن وثيقة ضلوع ويثبت تورط تركيا وأردوغان بالاعتداء الكيميائي على الغوطة.
نعم. أليس كل يوم يعني تطلع حكاية اكتشافات؟ ما الذي يجعل وفضح. بعض الدول الآن تعتبر أن داعش والنصرة جماعات متطرفة إرهابية كذا كذا؟ لماذا الآن؟ قبل ذلك كانوا هذا المسلحين وإذا يساعدون الشعب. أي الشعب؟ وإحنا نشوف أغلبية الشعب ترفض هذا. ما الذي يجعلهم الآن يعني فاليوم أسمع ضربوا هنا وهناك. ماذا ضربوا؟ ضربوا مقر الأوبرا، مسرح دار الأوبرا. في واحد يضرب دار الأوبرا، واحد يضرب معرض، واحد يضرب أماكن حضارية. يعني ما الذي تريد؟ يعني هذه عناوين كان يفترض وسائل الإعلام تركز عليها، أقصد وسائل الإعلام المزيفة، لكنها هي فقط تريد أن تلعب على الشيء، تثبيت، تكرار يعني. وهذا نوع من تلبيس إبليس، دائما تعيد نفس الكلام. شوري يا عمي عندك بالإحصائية الحقيقية 250 إحصائيات أوروبية، 250 ألف مقاتل مدربين على فنون حرب العصابات. بالتالي هم أخطأ ولا في شيشان ولا غيره، كل الشرف كما يحكي لي صديقي يعني. لكن عنده رصيد من هؤلاء قد يهددون بعض البيئات فهو يصلص ولكنهم لا يعترفون. يعني بدك تدفع أنت فلوس للجيش العربي السوري حتى يقاتل عنك، مش أنك تريد أن يقتل لك الإرهابيين وأنت تدينه. لذلك أعتقد أن الجيش العربي السوري هذا الجيش المثقف اللي شفناهم وزرناهم كجرحى وكذا وكلهم يتكلمون، شاب صغير كثر منهم على فكرة شعراء وكتاب وكذا. أنا زرت البارح عقيد طيار بارك الله فيه، هو أطلقوا صراحة بفيديا جماعة عصابات، يقول احنا شاهدناكم في يعني البارح في لقاء يعني يتابعون في التلفزيون يتابعون الأفكار. أقول لك أنا كلهم مثقفين، مش يعني شغلة كذا، ويؤمنوا وبدهم يرجعوا للجبهة ومقررين ومعنوياتهم. يعني لم أرى معنويات في هذا في الحقيقة. برأيك دكتور هل جرى في العالم وبتاريخ البشرية كلها يمكن ما جرى في سوريا؟ أعتقد لا. أنا قلت لك لو هذا الكم من الإرهابيين وجد في أمريكا لانهارت أمريكا. والحمد لله يعني والحمد لله الحمد لله احنا هون. نعم. الحمد لله. وبعدنا قلت أيضا في ضمن الملتقى القومي اللي كان بمداخلتك، أنا لازلت أذكر التعبير، قلت إن أنا الآن في دمشق نبض قلب العروبة النابض، ولكنني أعتبرها قلب العالم النابض الآن. لماذا؟ لأنه هم في الحقيقة أنا خليني أحكي شوي وجدانية. أحكي وجدانية ولا يهمك ولا يهمك، بس ناخذ أول شيء موسيقى. أوكي. بدنا شيء وجداني هلا يلا. هذا الجيش العربي السوري حامل أرض ودرع وسور، من الصخر جباهن الرجال عز النجم وما بينطال. هذا الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري حامل أرض ودرع وسور، من الصخر جباهن الرجال عز النجم وما بينطال. هذا الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري. إذا بنرجع للوجدانيات. نعم أنا بيختلط عندي ساعات، مش بيختلط، يتجاوب عندي العقل مع القلب، مع أنني فكريا لا أميز بين العقل والقلب، أعتبره واحد لكن يختلفان. يعني الوظيفة هي التي تجعل أن هذا قلب وهذا عقل. طيلة هذه الفترة ساعات عم نشوف رؤى في حالة صفاء نفسي، فأتابع الأمر، أرى رؤية جميلة جدا وأعطتني فكرة. هذه الرؤية شفت سيد الرئيس بشار الأسد في وضع الرجل العنكبوت، فهو نزل فجأة وشاف في الموضوع وابتسم وكذا، فجأة طار هيك على طريقة رجل العنكبوت.
مباشرة فقط اعتبرتها أنه أنتم بدكم تلعبوا معه في الأرض، هو لعب معكم في كل الأجواء، لن تمسكوا به أبدا. ومن خلاله لن تمسكوا بسوريا نعم ولا بالجيش العربي السوري. هو شو صار؟ أرادوا أن يحجموا سوريا. هم أرادوا أولا أن يضخموا من اللعبة الإعلامية والصورة وكذا حتى ينسجوا صورة نمطية عن رئيس كأنه يعني يشوه الصورة، تشويه السمعة. نعم. وإذا به يتحول إلى بطل مرعب، بمعنى أنه لم يستكن لأي مؤامرة، والعالم كله حارب. وطبعا التحدي هذا مش تحدي عادي، لأن اليوم اللي جو للعراق وكذا ما كان عندهم نموذج. نعم. كانوا لا زالوا يصدقون بأن ممكن الجيش يواجه. قال لهم سوريا ليست هي مصر، سوريا ليست هي كذا، بمعنى هم لم يصدقوا بهذا. شو صار؟ أنت بدك تحجمه كرئيس دولة عنده مشكلة صغيرة، طلع بطل قومي، ثم طلع بطل عالمي. بدك سوريا تلعب معها جيوسياسيا إقليميا، لعبت معك جيو استراتيجيا كونيا، قسمت العالم إلى قسمين، وصرنا نشوف تداعي المشكلة في المجال الأوراسي، وهناك أوكرانيا وتمشي الأمريكا اللاتينية وكذا، حركت العالم. الآن العالم كله يتحدث عن سوريا. نعم. كان بدك تحكي عن الجولة، تحكي عن الجيش العربي السوري، والله هذا الجيش لم يحارب في كذا وما يقدر يحارب. تبين أنه حارب من هم أكبر من إسرائيل، حارب مؤامرة كونية فيها أمريكا وفيها الغرب والناتو وفيها الجهل وفيها التخلف وفيها كل شيء. فتبين أن هذا الجيش هو أكبر جيش في المنطقة، وهو بالفعل يعني تبين حتى على مستوى اللوجيستيك وكذا، تبين أنه، وهذه إحصائية يعني دراسية، أنه متفوق الآن حتى على الجيش المصري. فبالتالي بعد هذا، ما خلينا نحكي ما بعد، لأنه أنا أعتبر سوريا انتصرت الحمد لله. نعم. ما بعد هذا شو يصير؟ سوريا ما يصير يلعب معها واحد مرة ثانية، صارت رئيس قومي بطل، يعني من الناس الأسماء الكونية. يعني هذا وقف، يعني ركع الربيع الأعرابي والمؤامرات اللي حوله، وركع العالم. لا يعني أقصد الشق الفاسد من العالم. نعم. وقفه بتحدي وبرباطة الجأش قللها نظيرها في الوقت اللي كان يعني سقطت دول بجنبه. يعني كان يفترض هذه ومصر، يعني مصر أكبر دولة. نعم. في المنطقة. ومع يعني مع ذلك ولا زال صامدا. ولذلك أنا قلت أنه فيلسوف الممانعة، لأنه وحده الذي فهم اللعبة وكان عنده تحليل ورؤية جيوستراتيجية واضحة. ليس هناك أوضح في الرؤية الجيوستراتيجية من زعماء العرب أكثر من بشار الأسد. وهذا أيضا أنا زعيم به، لأن استمعنا له جيدا وعرفنا أنه يحلل كمفكر استراتيجي وليس كإنسان يعني عادي. فبالتالي الجيش العربي السوري لن يكون جيشا عاديا، سيكون جيشا بقامة الجيوش العالمية. لذلك أقول لك الآن لم تعد الشام تنبض قوميا فقط، تنبض عالميا. كثير من الأحرار في هذا العالم سيستفيدون. أنا في اعتقادي أن روسيا انتعشت، وأنها أحست بكبريائها من خلال شموخ وصمود الجيش السوري وشموخ القيادة السورية، هي التي أوحت لهؤلاء بالقوة. وإلا كانوا حتى في مواجهاتهم مع الغرب كانوا يحاولون التوازن وفي تخوف. لكن هذا التحدي بين للعالم أنه ممكن أن العالم يقدم على عهد الأقطاب الجديدة، وأنه الغرب لم يعد هو الذي يملك أن يفرض قراراته واختياراته ويسقط دول ويقيم دول. هذا كله حدث لما وصلت المؤامرة إلى سوريا، وليست أول مرة. وحتى كيسنجر نفسه يعترف بهذا، هؤلاء يعترفون أنه كبرى حتى من عهد التتار وكذا كلهم سقطوا في دمشق. صحيح. وهذا على مستوى يعني عصور من التاريخ كانت تغزى هذه الأرض، ولكنها هناك حائط صد. من عندك هلأ حائط الصد من غنية من عندك عامر. بس الأرض طول وعرض، يا الجيش اللون جبينك لون العز،
العرض وتراب الأرض واقف شامل صامد عمرك ما بتنهز. هز الأرض طول وعرض يا هالجيش اللون جبينك لون العز، واحمي العرض وتراب الأرض واقف شامخ صامد عمرك ما بتنهز. هيدي بلدك هيدي عرضك واجب انك تحميها، هيدي ورثة جدي وجدك اللي زرعوا دمهم فيها. هيدي بلدك هيدي عرضك واجب انك تحميها. طبعا الملتقى ملتقى الفكر القومي العربي في مواجهة التطرف كان سبب لوجود حضرتك اليوم عنا دكتور، وكان أيضا يمكن محرض لنا أن تكون هذه الحلقة الخاصة من استوديو المنتصف تكون بضيافتنا على هوا صوت الشباب. أتشرف بكم كثيرا. الشباب السوري ماذا تقول له؟ أقول للشباب السوري عليك أن تفتخر بصمود بلدك. هذا الصمود لا يأتي من فراغ، هذا حصاد لسنوات من الإنجازات الحقيقية مهما كانت. حينما في مجال التدبير لا يجب أن نكون مثاليين كثير، تقع أخطاء وكذا، ولكن في شغلات تمت في سوريا لم تتم في أي بلد عربي، أساسية ومثبتة. نعم. فسوريا قدمت أفضل تعليم وأفضل صحة وأفضل كذا، وهذا معروف، تجاوزت فيه كل الدول العربية. دولة غير مدينة، تعرف ما معنى مجرد أن نقول أن هذا أحد المؤشرات الأساسية في التنمية. دولة غير مدينة أو غير مديونة، هذه الدولة بالمقاييس التنموية هي دولة متقدمة جدا. هذه دولة على طريق السيادة والاستقلال. هذه الدولة التي اكتفت زراعيا في القمح وفي أشياء كثيرة، هذه مسألة لا تأتي من فراغ. صحيح. هذه لما تبحث أنت في مؤشرات التخلف ومؤشرات التنمية، عادة يتم التركيز فيها على معدل المديونية وعلى مثلا العدالة الاجتماعية وعلى أشياء كثيرة من القبيل. هذا تحقق في سوريا أكثر من أي بلد آخر. هنا العروبة، حتى العروبة لا تمزح. هنا لما نقول العروبة هناك يعني الدولة الوحيدة التي تدرس العلوم بالعربية، بما فيها كلية الطب كلها بالعربية. هذا هو اللي نسميه إنجاز وعمل. بالتالي يجب أن تفتخر بهذا الجيش العربي السوري البطل. هذا جيش لا يوجد في كل مكان بهذا التوجه العقائدي الواضح غير ملتبس، وبهذه الفروسية العالية. يجب أن يفتخر به. يجب أن يفتخر أيضا وأساسا بقيادة تتجاوب مع تطلع، ليس فقط في تطلع وجداني لكل الشعوب العربية. يعني الرجل الذي كان بإمكانه تحت كل صنوف الضغط اللي مرت على أمامه، ومع ذلك وقف شامخا وآمن بسوريا وقال سأموت مقاتلا في سوريا، وانتصر. وسوريا لعبت على مستويات مختلفة، مش فقط الجيش، لعبت على مستوى السياسي والاقتصادي والدبلوماسي. دبلوماسيا كانت فيه معارك خطيرة جدا جنبت سوريا الكثير من، وسوريا في الحقيقة جنبت كثير من الضرر على هذا الشعب. لما يجيك مثلا كيف نجمع بين شعب يريد أن يحرر ما اقتطع من أرضه في الجولان للأسف بسبب الموقف السوري تجاه القضية الفلسطينية. يعني هذه الأرض راحت وين؟ وراحت في الساحة العربية. يريدون إبعاد سوريا قولا واحدا. نعم. ونحن نعرف ذلك منذ بداية الأزمة. يريدون إبعاد عن القضية الفلسطينية، يريدون إبعادنا حتى عن العروبة، سيكفروننا. نعم. كانوا في العروبة، وعندما تصرفت جامعة الدول العربية بتصرف فردي، وتعلم القصة من أولها. يريدون أن يضربوا المعنى في هذا البلد. هذا البلد هو الذي لا زال يعيش. يستطيعوا إلغاء شيء اسمه عروبة في سوريا. هم لا يفهمون. هم مثل ما ضربوا حسابات خاطئة بالنسبة للرئاسة، قالوا لن تصمد، الجيش العربي لن يقدر، الشعب لن يستطيع أن يتوحد. وبالتالي هذه كلها حسابات خاطئة خطئت في هذه المعركة الباسلة
التي يعني في الحقيقة يرجع فيها الفضل أو القيادة الحكيمة، لأن القيادة في الحرب هي كل شيء. ما القيادة هي التي جرت مصر للهزيمة، صحيح. هي التي جرت بعد الانتصار إلى التوقيع على اتفاقية الذل. نعم. لكن تماما. مثلا حينما تكون قيادة صحيح أنها لم تبصم لهم على هذه الهزيمة، لم تمضي على اتفاقيات الذل، وفي نفس الوقت جنبت الحرب على الشعب. تماما. فهذا هو. تماما. ولكن حينما فرضت عليها الحرب حاربت. حتى إسرائيل لو هي تعلم كثيرا أنه لو فرضت الحرب على سوريا ستحاربها بشكل. والآن هذا مؤشر. أنا أدعو مش فقط الشعب السوري، من قلبي حقيقة الشعوب العربية كلها، أنه يجب أن يحترموا هذه التجربة، تجربة منطقة عربية في منطقة القلب استطاعت أن تواجه الاستكبار العالمي وتركع الإمبريالية العالمية وتركع كل المؤامرات الصهيونية. فبالتالي هذا إنجاز يجب على الشعب وعلى الشباب تحديدا أن لا يعتبروه شيئا يأتي من فراغ أو جزافي أو وليس تلقائي. شيئا بسيطا. هو نتيجة إنجاز وعمل ونتيجة بناء. فسوريا واقفة على الصح مش على الهشاشة. لو كانت على الهشاشة لأسقطها الربيع العربي المزيف. ولكن لأنها شوف الربيع العربي كان بإمكانه يسقط سوريا حتى لو كانت سواء على حق أو على باطل لما تكون الهشاشة. لكن سوريا واقفة على الصح، ولكنها قوية نعم. من الداخل قوية الحمد لله. سنتابع معكم هذا الحديث. بقي معنا حوالي في المحطة الأخيرة من هذا الحوار معكم. المنتصف على هوا صوت الشباب. وبالفقرة الأخيرة عن المفكر العربي المغربي اللي بحضور كيف المغرب؟ إن شاء الله تمام. المغرب حلو جيد. وإحنا في المغرب طبعا تعرف كل بلد له حكاية وله ظروف وله في زمن التشرذم العربي. وينك يا ذلك الزمن ونحن نحب المغرب. وينك طبعا وإحنا بنحبكم كمان. نعم. ونحن أنا من هنا في الحقيقة أخجل كثيرا ودائما أقول أنه لا تؤاخذونا بما فعل السفهاء منا. هؤلاء لا يمثلوننا. شراذم التطرف والإرهاب التي تعتدي على الشعب السوري لا يمثلوننا. الذي يمثلنا أولئك الذين اختلط دمهم بدم السوريين في حرب الجولان التجريدة المغربية. هؤلاء يمثلوننا، وهؤلاء هم الذين يأتون إلى دمشق من أبوابها. نعم. مش من العصملي يجوا من هناك، لا من أبوابها كما نأتي. أنا آتي من الأبواب. نعم. آتي دائما من الأبواب. فبالتالي الذي يأتي من الأبواب هو المغرب الصح. الذي يأتي من مجاري المياه وكذا هؤلاء عبارة عن كائنات تمثل نفسها في هذا الزمن الرديء. فأنا أعتقد هذا الزمان أنا أعود إلى عهد الطفولة يوم كنا نسمع النشيد الجميل اللي كان يواكب الاستعراضات، والجيش المغربي بيساهم بالتجريدة في هذه المعركة الحضارية العربية ضد الكيان الصهيوني في قذيف الجولان وفي سيناء وكذا باسم العروبة والإسلام.
والقدس سيناء والجولان. الله. هكذا تربينا وهذا ما تعلمنا. ولا تريد الرجعية، لا تحاول الرجعية أن تغير من هذا الوجدان العربي والإسلامي الحق الذي يجعلنا نتنفس عروبة حينما يتعلق الاعتداء بدولة عربية. نحن في الحقيقة معتدلون، لأنه الآن رغم كل ما يصير لا نتمنى تجزئة لأي بلد عربي بما فيه الدول الرجعية تماما، وسوف ندافع عنها أيضا حينما تتعرض لأي كذا. فبالتالي أنا أعتقد أن سوريا الآن تحارب على المستوى الجيوستراتيجي من أجل العرب جميعا، لأن لولا سمح الله يعني وقع الشيء في سوريا كل البلاد العربية ستتجزأ بسهولة بما فيها الدول التي رعت المشروع الأمريكي والصهيوني. فبالتالي نحن نحيي سوريا رئاسة وجيشا وشعبا، ونعتبر أنهم في الحقيقة يعني شو تقولون؟ وسام. لا وسام طبعا وتاج فوق الرؤوس، ولكن يعني برد يعني أشفوا غليلا، فشوا خلقكم يعني. فشوا خلق. دكتور الهاني إدريس، طبعا نحن سلامنا دائما لأهلنا في المغرب، للشعب المغربي الشريف. ودايما كنا نسمع من زمان عبد الوهاب الدكالي وهو يبعث مرسول الحب، فنان مغربي محترم. ونحن أيضا مرسول الحب سنرسله الآن إلى كل أهلنا في المغرب وكل العرب، لأن العروبة تنبض ما زالت حية في عروق السوريين من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. نعم، وهذا هو المنتظر إن شاء الله. مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلف ما تعود. مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلف ما تعود. في نهاية هذا اللقاء في استوديو المنتصف والحلقة الخاصة من استوديو المنتصف مع حضرتك دكتور من المغرب الشقيق، شرفتنا بسوريا وباستوديو صوت الشباب. تشرفت بكم كثيرا، ونحن نقوم بالواجب، لأننا في الحقيقة ننظر إلى أنفسنا صغار حينما نجد أن هناك من يقاتل في هذه المعركة الحضارية الكبرى. هي معركة حضارية الكبرى للذين يعتقدون أن الأمر هنا هين وكذا. سأختمها بكلمة من شعر مظفر النواب: النار هنا لا تمزح يا قردة. حلو. شكرا جزيلا للدكتور. لكم مستمعينا أيضا الشكر الجزيل لاستماعكم إلينا. تحية أيضا الشكر الجزيل لاستماع كل التحية من فريق عملنا اللي رافقكم بهالبرنامج وبهالاستوديو، من غزل إبراهيم بالتنفيذ، في الإعداد حمدان كوسة، وفي الحوار سلوى الصاري، وتحيات الإخراج من عامر محرز. سوريا يا حبيبتي أعدت لي كرامتي أعدت لي هويتي. سوريا يا حبيبتي أعدت لي كرامتي أعدت لي هويتي. بالحرب والكفاح وشعلة الشراع تنير درب ثورتي. يا حبيبتي. قنالنا جولاننا سماؤنا وأرضنا تفديهم دماؤنا تحميهم أبطالنا، وبعثنا يسير لمجده الكبير مبشرا بعودتي ورافعا كرامتي مجددا هويتي. بالحرب والكفاح وشعلة الجراح تنير درب ثورتي. يا شعلة الجراح تنير درب ثورتي. الآن إني عربي
يحق لي اسم أبي ومن أبي ومن أبي ومن أبي. رصاص بندقية تصنع الحرية للأمة الأبية. يا حبيبتي سوريتي يا درب كل ثائر، يا قلعة الأحرار والحرائر، صمودك العظيم كالبشائر تزف للأمال والضمائر. أعدت لي كرامتي، أعدت لي حريتي. الآن إني عربي يحق لي اسم أبي ومن أبي ومن أبي ومن أبي. رصاص بندقية تصنع الحرية للأمة الأبية. يا حبيبتي سوريتي يا درب كل ثائر، يا قلعة الأحرار والحرائر، صمودك العظيم كالبشائر تزف للأمال والضمائر. أعدت لي بالحرب والكفاح وشعلة الجراح تنير درب ثورتي. يا حبيبتي سوريا يا حبيبتي، أعدت لي كرامتي، أعدت لي هويتي. بالحرب والكفاح وشعلة الجراح تنير درب ثورتي. يا حبيبتي. ففي الخيام طفلة